صديقة الأسرة بالمقاس. رحت أعمل البطاقة، راحت يوم العاصمة الإدارية الجديدة ورحت أعمل البطاقة، لقيت ما شاء الله السجل المدني حاجة جميلة ومختلفة. إحنا بنشوف كل يوم تغيير وتغيير، عايزين فعلا التغيير يبقى مستمر، التغيير مش بس في المبنى والناس، التغيير في أنفسنا. كل واحد بيطلع يقول كلمة، يقول فعل، حاجات كتيرة مختلفة. معرفش ليه اللي يطلع على التيك توك أو اللي على اليوتيوب يشتكي من فلانة وعلانة، انتوا تتخصصوا لما كلكم بتبقوا مرميين بالحبس ليه؟ كل واحدة حرة تعمل ما تشاء بدل أهل بيتها وهي موافقة، فربنا يبارك الجميع. وأنا عايزة لمسة صدق من الناس اللي بتشتري حاجة من السوق تطلع تقول أنا اشتريت حاجة البيت عورات، المفروض كل بني آدم يحافظ على عورة بيته. مش لازم الناس تطلع وتتباهى عشان العالم كله يشوفوا. تطلعي ترند، ما تطلعيش ترند انك انت مستورة وانت تلبسي ولا تلبسي بيتك أفضل كتير من انتوا بتفعلوه. أنا ما بيعجبنيش حاجات كتيرة، بس ببقى عايزة أقول وأتكلم من خلال حبيبة الأسرة بالمقاس. طلعت أهوت وبقول وبتكلم. عيب على كل مصرية تكشف عورة بيتها، تكشف حاجة مش من حق أي إنسان يشوف وجهها هي. المحافظة حلوة. أنا ببقى في المؤتمرات يقولوا لي تصوري، أقول لهم لا، جوزي حاكم عليا ما اتصورش، فما بتصورش، لأن الدعاية والشهرة مش أمل ولا فرحة ولا حاجة. المهم الإنسان يبقى محترم من نفسه زي ما محترم الآخرين. كان معكم سهى يوسف من خلال برنامجنا.